السلام عليكم. في السلسلة دي إن شاء الله هنتعلم مع بعض إزاي نقرأ ونحلل أي واجهة معمارية بطريقة بسيطة جدا، بحيث إن شاء الله إن بعد كام حلقة من دلوقتي أنت بنفسك هتقدر تحلل وتصمم أي واجهة. خلونا بس قبل ما ندخل في تحليل الواجهات نتعلم أو نتعرف على أهم 6 أو 7 نقاط أنت هتشوف أي واجهة بالمنظور ده. يعني أنت أي واجهة أنت هتشوفها بالمنظور ال6 أو 7 نقاط دول. خلونا بس الأول نرسم كده واجهة. لو احنا نقول إن أنا عندي كتلة هنا، في هنا شباك، هنا شباك، وعندي هنا المدخل، وهنقول مثلا ان عندي هنا كتلة تاني، وهنقول مثلا ان هنا في كتلة. ممتاز. اول نقطة عندي الانطباع الاول. الانطباع الاول، انا لما اشوف المبنى لاول مرة لازما يجيلي انطباع ان المبنى ده فعلا المبنى ده رسمي، او المبنى ده مثلا عصري، او المبنى ده مثلا تقيل او فخم او تراثي قديم، او المبنى حكومي. الكلام ده من اول نظرة، ودي اول رسالة المفروض الواجهة بتوصلها للي يشوفها، اللي هو الانطباع الاول. تاني نقطة الكتل الماسنج، ودي تعتبر من اهم حاجة في الواجهة. وانت بتتفرج على اي واجهة لازم تشوف هي متكونة من كام كتلة، تشوف في كتلة كبيرة، كتلة صغيرة، في كتل متداخلة، في كتل بارزة، وهكذا. وخليك فاكر كمان ان الكتل دي او ان الواجهة دي اصلا كانت عبارة عن مكعبات، قبل ما احط فيها الابواب واحط فيها الشبابيك واحط فيها الماتيريال. يعني مثلا خلينا نتكلم عن الواجهة دي. انا عندي هنا كتلة اهي واحد، وعندي هنا كتلة اتنين دي فيها المدخل، وعندي الكتلة دي الصغيرة رقم 3. عندي 1 2 3. الكتلة دي مثلا أكبر كتلة وكتلة بارزة. الكتلة دي مثلا ممكن تكون غطسة، الكتلة دي مثلا ممكن تكون ورا أصلا. المكعبات، أنا عندي هنا طريقة المكعبات صغرنا شوية. المكعبات اللي هو لو أنا عندي المكعب ده مع المكعب ده مع مكعب صغير عمل لي واجهة. لما ممكن عندي مكعب هنا ومكعب مثلا متداخل ومكعب هنا طاير وأي شيء فيصمم لي واجهة. فانا لازما وانا بحلل الواجهه احللها من منظور الكتل، اشوف هي كام كتله. انا عندي هنا مثلا 1، اشوف الكتل دي متداخله ولا بارزه، ولا في حاجه مثلا قطع حاجه، ولا مثلا في كتله كبيره وفي كتله صغيره. عندي تالت نقطه، نقطه التركيز اللي هي الفوكال بوينت. المفروض ان انا اول ما ابص على الواجهه يعني اشوف هي اول حاجه عيني جت عليها ايه. مثلا هل في كتله معينه، مثلا هل في مثلا مدخل مميز، لو المدخل ده مثلا هنقول ان هو مميز مثلا بشيء طاير هنا عليه. هل مثلا في شباك كبير، لو هنقول مثلا ان فينا شباك مثلا طولي كده واخد الكتله كلها. هل مثلا في بلكونه مميزه، لو هنقول مثلا ان دي بلكونه كانتليفر طايره. طيب لو انا يا باشمهندس مثلا بصيت على الواجهه وما لقيتش فيها مثلا نقطه او ما فيهاش نقطه تركيز معينه، هل كده الواجهه بتاعتي غلط؟ لا مش غلط، بس هتحس ان في حاجه مش مظبوطه، وممكن كمان الواجهه تلاقيها مثلا مشتته. يعني النقط اللي احنا بنذكرها دي ال5 أو 6 7 نقاط اللي هنذكرهم النهارده ان شاء الله، دول المفروض تحلل الواجهه بالمنظور ده. لازم ان الواجهه تكون فيها ال6 7 نقاط؟ لا مش لازم، بس الافضل ان الاكثريه تكون متحققه في ايه، في تصميم الواجهه بتاعتك. رقم 4 التوازن اللي هو البالانس. هل الواجهة بتاعتي مثلا متوازنة؟ التوازن يعني مش لازم ان اليمين زي اليسار السيمترية، لا. ممكن عندي المهم ان تكون العناصر بتاع الواجهة متوزعة بشكل مريح للعين، مريح بصريا. يعني مش لازم اليمين زي اليسار، لا. اهم حاجة في حاجة في اليمين بيترد عليها مثلا حاجة في اليسار، مش لازم تكون نفسها بالظبط. رقم 5 عندي النسب والسكيل، المقياس. هل الكتل بتاعتي مناسبة كارتفاعات؟ يعني هل مثلا الكتلة دي مع فتحة الشباك دي هي مناسبة كارتفاعات؟ هل أصلا ارتفاع الدور مثلا، هل مثلا ارتفاع الدور الأرضي ده مناسب إن هو يكون دور أرضي؟ الدور الأول ده مناسب كارتفاع؟ الباب مثلا بتاع المدخل ده، هل الباب ده مناسب، ولا الباب ده مثلا صغير بالنسبة مثلا لارتفاع الواجهة، ولا مثلا ممكن يكون باب أكبر أو باب أصغر؟ النسب دي هي اللي بتخلي الواجهة مريحة للعين لما تيجي تبص لها. عندي كمان رقم 6
الفتحات ونسبة الشفافية. تمام. هنا بشوف السوليد والفراغ، بشوف الإضاءة الطبيعية، بشوف الكتل اللي هي المصمتة، بشوف الخصوصية. يعني مثلا لو أنا عندي مثلا الكتلة دي مثلا فيها، أنا مش فاتح مثلا فيها شبابيك في الواجهة دي، بس فاتح مثلا فيها شبابيك من الجنب ده، ممكن يكون فيها خصوصية مثلا بشكل معين. مثلا عندي هنا نسبة الشباك دي بالنسبة للكتلة دي، هل هي مناسبة ولا لأ؟ أنا حاسس إن الشباك ده مثلا كان ممكن يتقسم مرتين أو يتقسم 3، أو هو يكون مثلا شباك فول هايت كده من البداية للنهاية. لو انا مثلا عندي هنا شبابيك مثلا في الكتله دي، هل الشبابيك دي مثلا انا معالجها؟ هل مثلا في كسرات عليها، او خلينا نقول مثلا هنا هل في مثلا كسرات هنا، او في لوفرز مثلا حامي من اشعه الشمس المباشره؟ الحاجات دي كلها في الفتحات ونسبه الشفافيه. عندي رقم 7 ودي مهمه جدا، الحركه والايقاع. انا عندي هنا بشوف تكرار الشبابيك بتاعتي انا مكررها مثلا بطريقه افقيه، مكررها مثلا بطريقه رأسيه. العين بتاعتي، انا لما اشوف العين دي، انا عندي مثلا كتله عاليه جدا، بعد كده نزلت شويه، بعد كده نزلت شويه، بعد كده نزلت الاخر، بشوف حركه العين بتاعتي على الواجهه بتاعتي عامله ازاي. ده كله في الحركه والايقاع. عندي اخر حاجه مثلا هنقول رقم 8 الخامات. ثواني. الخامات والالوان. طيب انا هنا خلاص، انا يعتبر حطيت الحاجات الاساسيه بتاعتي كلها، الكتله ونقطه التركيز والتوازن والنسب والفتحات والحركه والايقاع. هاجي هنا نقطه الخامات والملمس. الخامات في عندي مثلا ملمس خشن، ملمس ناعم. الالوان عندي، خلينا نبدا مثلا بالالوان. هنشوف القاعده اللونيه مثلا في الواجهه، لازم يكون عندي لون سائد واخد الواجهه، مش كل كتله. يعني انا عندي هنا مش هاخد مثلا الكتله دي مثلا، مش هاخد الكتله دي واديها لون، واخد الكتله دي واديها لون، واخد الكتله رقم 3 دي واديها لون. لا، المفروض عندي يكون لون سائد، بيكون لون يعتبر، او الاغلبيه يعني بيكون لون محايد، ويكون عندي نقط جذب بالالوان اللي هي داخله معايا. الالوان دي مثلا مثلا لو انا عندي لون داكن مثلا اتحط مثلا هنا في الدور الارضي مثلا، بحيث انه يحدد لي مدخل. عندي مثلا لون مثلا في كتله بارزه مثلا معين. اما بالنسبه مثلا للخامات، انا عندي بشوف بقى الخامات وملمسها وتناغمها مع بقية المواد، مع بقية الألوان الموجودة. عندي مثلا حجر، عندي ملمس الحجر مش زي ملمس الخشب، مش زي المعدن، مش زي الزجاج، مش زي الدهانات، وهكذا. فدول أهم 8 نقاط هنحلل إن شاء الله بالسلسلة اللي جاية بناء على ال8 نقاط دول. طيب هل في نقاط تانية؟ أكيد في نقاط تانية، بس يعني دول من أهم النقاط اللي انت تقدر تحلل بيهم اي واجهه تشوفها. فان شاء الله في السلسله اللي جايه اي واجهه هنحللها عن طريق ال8 او 6 7 نقاط دول. فالحلقه الاولى دي مهمه جدا، بحيث انك تكون عارف السلسله بتاعتنا مبنيه على ايه. وصلنا انك تقدر تحلل اي واجهه وتقدر تصمم اي واجهه بنفسك، لانك خلاص فهمت الاساسيات بتاع تصميم الواجهات. عندك خلاص بقى عندك مرجع، بقى عندك دليل في عقلك انك ازاي الكتله دي بارزه، طب وليه بارزه، وليه اللون ده، وليه اللون ده، وليه الماتيريال دي. فخلاص ان شاء الله في النهايه هيكون عندك محصله انك تقدر تحلل او تصمم اي واجهه تشوفها. بس وكده احنا وصلنا لنهايه الفيديو، ولو الفيديو عجبك ما تنساش لايك وشير، اللي جاي كتير. سلام.